بسم الله الرحمن الرحيم. في العالم الإسلامي اليوم ما عدا هذه البلاد التي حماها الله بدعوة التوحيد، في العالم الإسلامي المشاهد الشركية المشيدة على القبور كما تسمعون عنها أو كما رآها بعضكم ممن سار. الدين عندهم هو الشرك، الدين عندهم هو الشرك وعبادة الموتى والتقرب إلى القبور، ومن لم يفعل ذلك عندهم فليس بمسلم، لأنه بزعمهم يتنقص الأولياء كما يقولون. وهناك دعاة لا يهتمون في تلك البلاد بأمر التوحيد مع الأسف، إنما يدعون الناس إلى الأخلاق الطيبة وإلى ترك الزنا وترك شرب الخمور وترك هذه كبائر محرمات بلا شك. ولكن حتى لو ترك الناس الزنا وشرب الخمور وحسنوا أخلاقهم وتركوا الربا لكن لم يتركوا عبادة القبور فإن أساسهم غير صحيح ودينهم غير صحيح مقوم. ولو تركوا الكبائر ما دام أنهم لم يتركوا الشرك، وحتى من لم يشرك ما دام أنه لا ينكر الشرك ولا يدعو إلى التوحيد ولا يتبرأ من المشركين فإنه يكون مثلهم. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله، هذا تنزيه لله عز وجل من الشرك والكفر والنفاق. وما أنا من المشركين، هذا فيه البراءة من المشركين. فالمسلم الموحد لا بد أن يتبرأ من المشركين، ولا ينفعه أن يسكت والشرك يعود في البلد والأضرحة تبنى والطواف بالقبور معمور. لا ينفع من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسكت على هذا الوباء الخطير الذي يفتك في جسم الأمة ويقول لا ادعوا الناس إلى حسن السيرة والسلوك وترك الخمور وترك الزنا. ماذا تجدي هذه الأمور مع فقد الأساس؟ أنت لما تبني بناء عندما تريد إقامة جدار أو إقامة بيت ألست أول شيء تهتم بالأساس والقواعد من أجل أن تقيم البناء الصحيح؟ وإلا إذا لم تهتم بالأساس ولم تهتم بقواعد البناء فإنك مهما شيدته وجملته ولمقته فإنه عرضة للسقوط ويكون خطرا عليك وعلى من دخل هذا المبنى. كذلك الدين إذا لم يقم على عقيدة سليمة وأساس صحيح وتوحيد لله وتنزيه من الشرك وإبعاد للمشركين عن موطن الإسلام فإن هذا الدين لا ينفع أهله، لأنه دين لم يبنى على أساس ولم يبنى على قاعدة.